أهلا بيكم. أنا راود، وده بودكاست دماغ شغالة مش بتنام. ليه كل ما أبص لقدام قلبي بيتقبض؟ أنا عادة مش بخاف من بكرة. أي نعم، ده مش معناه إني أنا عمري ما خفت. ساعات ببقى مش عارفة أنا ماشية صح ولا غلط. كلامنا النهاردة عن الخوف من المستقبل. إمتى بيبدأ؟ بيكبر إزاي؟ وبيخلص إمتى؟ وهل هو أصلا بيخلص؟ الخوف من المستقبل له اسم في علم النفس: القلق التوقعي أو anticipatory anxiety، وده اللي معناه دماغك بيتوتر من حاجة لسه ما حصلتش لمجرد إنها ممكن تحصل. في جزء صغير من دماغك اتكلمنا عنه كتير قبل كده، اللي هو الأميجدلا، واللي مسؤول عن الإحساس بالخطر والخوف. هو شغلته الأساسية إنه يحميك، بس أوقات بيشتغل أكتر من اللازم. يعني حتى لو اللي خايف منه مجرد فكرة في دماغك، هو هيتعامل على إنها خطر حقيقي. وده عشان دماغك مش بيقدر يفرق كويس بين حاجة بتحصل فعلا وحاجة انت بس اللي متخيلها. فتلاقي جسمك بدأ يتوتر وقلبك بيدق وتفكيرك متلخبط لمجرد انك بس فكرت في حاجة لسه محصلتش، هي اصلا ممكن ما تحصلش ابدا. ولكن خليني اقولك، الخوف من المستقبل مش بيبدأ فجأة، وهو له جذور في شخصيتنا زي كل حاجة اتزرعت فينا في الطفولة. وده هيخلينا نسأل، هل الطفل بيخاف من المستقبل؟ ولكن بطريقة مختلفة عن الشخص البالغ. الطفل ما بيخافش من المستقبل كفكرة، بس هو بيقلق من التغيير، المجهول، ومن الانفصال عن الأمان. دي كلها نواة بدائية للخوف من المستقبل. هو مش فاهم يعني ايه بكرة، بس حاسس ان في حاجة جاية وهو مش جاهز ليها. دراسة نشرت ضمن مشروع تريلز في هولندا من 2004 لحد 2010، هي تبعت أكتر من 2200 طفل، وبينت إن أنواع القلق زي الانفصال أو القلق الاجتماعي بتظهر كلها في الطفولة، وبتتحول تدريجيا إلى قلق أوسع وأعمق، والقلق ده من ضمنه الخوف من المستقبل. بس هتعدي سنين وفجأة هتظهر أسئلة كتير وجديدة: هدخل كلية ايه؟ هل هنجح؟ هو ده أصلا الطريق الصح؟ كل قرار بقى شكله مصيري، وكل خطوة محسوبة. تلاقي نفسك بتقارن مين سبقك ومين عارف هو رايح فين، وانت لسه مش متأكد من ولا حاجة. وساعتها المستقبل مبقاش فكرة، بقى ضغط يومي. تحس انك لازم تلحق، بس مش عارف تلحق ايه. ودي دراسة تانية نشرت في ال GCPP Advances سنة 2022، وتعاملت على مجموعة من المراهقين، وقالت إن القلق في السن ده بياخد شكل توقع سلبي دائم، خصوصا عند البنات. ليه؟ عشان هما بيتجنبوا المواقف بسبب فكرة إنهم ممكن يفشلوا حتى لو مفيش دليل على ده. وعلى نفس المنوال ظهر بيانات تانية في دراسة تريلز بتقول إن القلق الاجتماعي بيقل شوية في بداية المراهقة، بس بيرجع من بعد سن 15 وبيتحول تدريجيا من قلق عادي لقلق مرتبط بالمستقبل وبالمكانة والهوية. كل مرحلة من عمر الإنسان الخوف من المستقبل بياخد شكل مختلف، بياخد شكل بيناسب المرحلة الجديدة اللي بقينا فيها. لما بنكبر بنبطل نجري عشان بنفتكر إننا خلصنا سعي، وإن المفروض نكون ارتحنا خلاص استقرينا، فبالتالي مفيش سبب للقلق. بس الحقيقة الخوف بياخد شكل جديد. المرة دي انت مش خايف تفشل، بس انت خايف تكون مشيت الطريق كله وبعدين اكتشفت انه مش بتاعك. في دراسة من جامعة كاليفورنيا ستيت اتنشرت سنة 2019، كانت عن قلق الإنتاجية، ولقوا فيها ان الشباب اللي بيربطوا قيمتهم بالإنتاج والإنجاز عندهم قلق مزمن واضطرابات نوم وإحساس بعدم الكفاية. بيفوت شريط عمرنا وشكل الخوف من المستقبل بيتبدل تاني،
بس مش بيبقى عن الشغل ولا النجاح ولا حتى الاختيارات، بياخد شكل الخوف من الفقد، فقد الصحة، شخص عزيز عليك، أو حتى فقد عمرك اللي راح. الإنسان في السن ده بيبتدي يحس إن الوقت مش مفتوح زي الأول، وإن في حاجات ما ينفعش تأجل أكتر من كده. أوقات الخوف بيتحول لندم على فرص راحت أو سنين اتصرفت في اختيارات غلط، وأوقات تانية بيتحول لإنكار، بيرفضوا يعترفوا إن في حاجات خلاص مش هتتصلح. دراسة ألمانية اتنشرت سنة 2021 وأثبتت إن كبار السن اللي عندهم خوف من المرض أو الوحدة كانوا بيفضلوا إنهم يعيشوا سنين أقل، بس مش علشان هم ناس يائسة، لكن علشان مش عايزين يوصلوا للجزء المرعب من الكبر. ودراسة تانية اتعملت في اليابان سنة 2020 كانت على أكتر من 130 ألف شخص كانوا فوق سن 65، وكانت نتيجتها ان 79% من اللي شاركوا في الدراسة دي كان عندهم قلق من الإصابة بالخرف، وكل ده كان بيأثر على رؤيتهم لحياتهم ومستقبلهم وكمان نفسهم. مفهوم اسمه الجراسكوفوبيا أو الخوف المرضي من الشيخوخة ده مش مجرد كبر، ده رفض كامل لفكرة التدهور، التراجع والنهاية. وفي وسط كل ده بيظهر سؤال جديد: هل أنا عملت فرق؟ هل حياتي فعلا كانت ليها معنى؟ بس أنا هنا مش علشان أقولك ما تخافش، أنا هنا عشان أقولك خاف بس بليفل طبيعي وصحي. ربنا خلق فينا الخوف عشان نحمي نفسنا أو ندافع عن نفسنا أو ندفع نفسنا لقدام. انت تبقى خايف تمرض فبتخلي بالك من صحتك، خايف تفشل فبتشتغل على نفسك لحد ما انت تنجح. طول ما خوفك مش بيأخرك ولا بيعطل خطواتك لقدام فانت طمن، انت تمام. لكن لو خوفك بالفعل مؤثر عليك بالسلب فتشل، عشان كده كده اللي هيحصل هيحصل. احنا بنسعى عشان احنا مأمورين بالسعي. طب سعيد، انا خايف من النتيجة مش بتاعتك، دي بتاعت ربنا، واللي دورنا نحسن الظن فيه عشان هو مدبر الأمر، هو لإما الخير لإما الشر. لو خير خلاص هو خير، ولو شر فهو تكفير ذنوب أو منع الشر أكبر. بس ولحد هنا حكايتنا لسه ما خلصتش، ودلوقتي سلام مؤقت من روض. ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات الجاية، وبص تحت في الديسكريبشن هتلاقي المصادر وكمان اكاونت الانستجرام، هناك بنختار موضوع الحلقة سوا وبنشارك تجاربنا سوا. فلو مهتم اعمل فولو وتابع الستوريز. ويجي بكرة ولسه خايفين، بكرة مش يوم، بكرة ده فكرة هما جواها محبوسين.